السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم سير تبقى آثارها للأجيال. اليوم نقف مع سيرة الشيخ الحاج أحمد بوسعيد البرمكي نسبا، الطاهري مدرسة، النبراس الهادي والشعلة القرآنية، في الذكرى الثالثة لرحيله 9 من جويلية 2020 ميلادي. ولد سنة 400 وألف ميلادية بقصر مولاي عبد الواحد بسالي، من أب كريم يدعى الحاج المختار، فقيه عصره وإمام بلدته، الذي قال عنه شيخه الشيخ مولاي أحمد الطاهري: تلميذ للفقيه الأجل العالم الأكبر السيد الحاج المختار بن أحمد البرمكي، إمام مسجد أولاد مولاي عبد الواحد، والذي كان آية من آيات الله في الحفظ والتحصيل والاجتهاد، وأولاده كلهم تلامذة لنا، أصلحهم الله وهداهم وبارك فيهم. وقد أخذ هذا الأب الصالح كل أبنائه إلى مدرسة شيخه، ومنهم ابنه الأكبر الحاج أحمد، الذي أتم حفظ القرآن وتضلع في علم الفقه والنحو والفرائض في سن مبكرة. ولما بلغ سن 18 سنة، وفي سنة 1958 ميلادية، أجازه شيخه الشيخ مولاي أحمد الطاهري إجازة عامة في شتى العلوم. حملت هذه الإجازة ثناء ومدحا من الشيخ لتلميذه، إذ وصفه بقوله: الطالب المجتهد في تحصيل العلم والمعارف، المشتغل بما يعنيه تاركا لما لا يعنيه، الواسع المعرفة لما اشتمل عليه واتصف به من الخصال الحميدة والمزايا الرفيعة. ومنذ ذلك التاريخ تولى الإمامة والخطاب وتدريس القرآن، وبعد وفاة والده خالفه في إمامة قصرهم مولاي عبد الواحد، فظل مرشدا صادقا موجها ناصحا وإماما محترما ومعلما مخلصا في بلده. عاش شيخنا رحمة الله عليه 80 سنة، قضى منها 60 سنة في اعتلاء المنابر وتعليم القرآن الكريم، عاكفا على تعليم النشء أمور دينهم وتنوير بصيرتهم. فقد كان رجلا قرآنيا زاهدا ورعا، أفنى عمره في محبة العلم والسير على نهج العلماء، كان طودا شامخا أشما، وقامة علمية سامقة، وركيزة من ركائز المجتمع السالي. يعود إليه جماعة سالي في توثيق عقود البيوع وترتيب زمام الفقارات وعقود الزواج وحل المسائل الفقهية وعقد مجالس الصلح وتقسيم التركات بين المواريث. لقد كان قاضي البلدة. برحيل هذا الرجل فقدت سالي والمدرسة الطاهرية خاصة ركيزة من ركائزها وأحد أهم أعيانها، ذلك الرجل القرآني وعميد حلق الذكر وجلسات الصلح، خطيب المنابر والمحاريب، فارس المحافل، شيخ الحكمة ورجاحة الرأي، تلميذ المشايخ وشيخ الطلبة، التقي النقي الصوفي الزاهد، الكريم السخي الندي. وقد انتقل إلى رحمة الله وهو على سجادته بعد صلاته للعصر في اليوم المصادف لوفاة شيخه 18 ذي القعدة 1441 هجرية رحمه الله. وما مدحت يمناي غير مبجل، ومن سار في الدنيا على درب طاهر. شكرا لكم على حسن الاستماع. السلام عليكم.